إن شاء الله النهاردة هنعمل الخرشوف أو القرنون أو الأرضشوكي، وإزاي بسرعة جدا تقشريه وتنضفيه وكمان تفرزنيه ويقعد معاكي من السنة للسنة بلون بياض التلج. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. طبعا الكمية اللي هتحتاجيها استخدميها. عندي طبعا الخرشوف لسه طازة وطري، وفي نفس الوقت بعرفه كبير ولا صغير عن طريق القاعدة بتاعته كده من تحت. أنا هنا استخدمت الحجم الوسط. عندي مية عادية من الحنفية، ويفضل إن انت تلبسي جوانتي عشان بيسمر الإيد بسرعة. عندي ليمونة كبيرة بعصرها كده في المية، وهضيف لها معلقة كبيرة من الملح. هدوبهم كويس جدا كده مع بعض، وهحط كده قشر الليمون واسيبهم كده على جنب. هبدأ أجيب الخرشوف. يفضل إن انت تكوني معاكي سكينة مشرشرة أو سكينة تكون حامية شوية. بقطع كده الجزء اللي فوق من نص كده. طبعا هو هيتقطع معاكي بسرعة عشان هو لسه جديد وطري. شايفين أنا قطعتها كده من نص. هبدأ أقطع الجزء اللي تحت، يبقى أنا قطعتها من فوق ومن تحت. وابدا اقطعها كاني بقشر برتقانه. هاخد كده كل الجزء اللي فوق كده داير ما يدور لغايه ما اوصل بيه لغايه تحت. كل الخضار ده انا هشيله. وخلي بالنا ما تنزليش بالسكينه لغايه تحت عشان ما تاخديش اللحم معاكي. كل ده انا بشيل الورق والقشر بتاع الخرشوفه. طبعا الطريقه دي سهله جدا، احسن بكتير لما اجي كنت بقشر واحده واحده من الخرشوف. شايفين بعيد خالص عن اللحم بتاع الخرشوفه. كده انا خلصت كل الجزء الاخضر اللي تحت ده كله بالشكل دوت. هبدأ اخد الجزء اللي فوق اللي هو اللي لونه اصفر. برضو هقشره كده كأني برضو بقشر بطاطساية. شايفين؟ خلي بالنا عشان الجزء ده بيبقى فيه لحمة اكتر. هبدأ كده اخلص كل كده داير ما يدور كده. وبرضو الجزء اللي حوالين الحتة البامبي اللي فوق دي برضو بشيلها. خلي بالنا، شايفين كل ديت قشر، بصوا مش لحم، قشر. كده ما فاضلش معايا غير القلب بتاع الخرشوفة اللي هو القلب الابيض. انا بستخدم له هنا المعلقة. بفضل اقور بيها كده، ايد بتلف وايد التانية بتاخد بالمعلقة. شايفين؟ بيطلع معايا بسرعة. وبكده الخرشوفة معايا خلصت. مفيش اسهل من كده. بنضفها كويس جدا، وهاخدها واحطها في المحلول الملح والليمون. وهخلص كل الكمية معايا وهوريها لكم. شايفين بقى؟ شايفين؟ حلوة قوي وسهلة جدا. ادي كل الكمية. طبعا الخرشوف لسه فيه كمية سمار طبعا، لان انتوا عارفين ان فيه نسبة حديد عالية. هبدأ اخده واعمل له المحلول الملح اللي على النار. عندي هنا المية قبل ما تغلي بضيف معلقة كبيرة من الملح، معلقتين كبار من الخل، وعصرة ليمونة كبيرة. وهسيبهم يغلوا مع بعض كده. وهبدأ ان انا احضر معلقتين كبار هرميين من الدقيق، وعليهم ربع كوباية صغيرة من المية. بدوبهم بره. ما ينفعش ان انا احط دقيق على المية المغلية، هيكتل معاكي وهيكلكع معاكي وهيدوخك اثناء التقليب. فيفضل ان انت تعملي الخطوه دي بره، دوبيه كده على البارد. شايفين؟ مفيش اي تكتلات فيه. وهبدا اضيفه على الميه السخنه كده بالشكل دوت. وهقلبه وهنزل بالخرشوف. الخرشوف هنا بسيبه حوالي 3 دقايق من بعد الغليان. انا مش بطول اكتر من 3 دقايق.
هعرفه ازاي استوى. شايفينه ان هو كده على الوش، هيبدأ ينزل في قاع الحلة من تحت، اعرف ان هو استوى. شايفين؟ بصوا نزل معايا اهو، بصوا في الشكل ده، نزل كله تحت كده، اعرف ان هو كده دخل في مرحلة النص سوا. بطلعه زي ما انا قلت لكم 3 دقايق بس. هرفعه كده من على النار وهصفيه في مصفى. انا مش بسيبه في ميه بتلج ولا حاجه، لان انا ما طولتش عليه مده السوا غير 3 دقايق بس. شايفين بقى لونه؟ هصفيه كده، هقلبه كده على وشه لغايه لما يصفي كل الميه ويبرد تماما. عقبال ما يبرد هوريكم الجزء اللي انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت. كان الحجم ده ما شاء الله كان كبير شويه. شايفين بقى لونه ابيض ازاي؟ قاعد معايا سنه بالظبط. وبصوا متلج. بصوا بقى الحجم الوسط ده، شايفين نفس اللون. انا فضلت اجيبه وسط عشان هما محبوش المرة دي الكبير. ويفضل ان انت تفرزنيه يكون لسه في اوانه، يعني يكون لسه طري ما ينشفش منك. اي خضار عموما لازم يكون طازة، ويكون ما نشفش في التفريزه. التفريز بيحب الخضار اللي يكون طري مش ناشف معاكي. صفيته تماما كده من المية، وهبدأ ان انا اكيسه طبعا بالعدد اللي انت عايزاه. هطلع بقى منه الهوا كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد صحي ومفيد هنستخدموه ان شاء الله في الايام اللي جاية في رمضان. جربوه هيعجبكم، وبالهنا والشفا.